السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وطبعا واكيد ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اليوم كيف ما العاده جيتكم بيوميه جديده من يوميات الحدقه البركانيه، وجيتكم بوصفه رائعه رائعه رائعه، وصفه كتصلح لهذا البرد والناس اللي مرضوا بهاد الرباح او لهاد النزله كيف ما كيقولوا لها الناس ديال كازا وداك الشيء. وصفه خطيره الغزالات ديالي، منها عشاء صحي ومنها كتخفف واحد الالم اللي كيكون سبحان الله في الصدر ديالنا، في المفاصل، في يعني خطيره بمعنى الكلمه الغزالات ديالي. وكيف ما كتلاحظوا ان المقادير ديالها بسيطه جدا، بسيطة وموجودة في كل دار مغربية كتواجد فيها هذا القوام هذا اللي هو سهل وبسيط. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش ما تنسونيش الغزالات ديالي طبعا من البارطاج مع الاهل والاحباب لتعم الفائدة. وننتقل معكم الغزالات ديالي للمقادير. غادي نحتاج واحد الراس ديال الثومه، واحد البصيله صغيره، الملح، نص معلقه ديال السمن، زيت الزيتون، النافع، وحبه حلاوه. يمكن لكم الغزالات ديالي تستعنوا باي حاجه ديال بحال هكا النافع، البسباس، يعني هاد العشوب هادو اللي كيكونوا الصراحه صحيين، والزعتر وفليو. وتقدروا تضيفوا معاه اي حاجه انا قلت لكم متواجده عندكم في الدار. غادي نحتاجوا البلبوله او لا التشيشه كيف ما كنقولوا لها حنا هنا. التشيشه هذه ديال الزرع يمكن على ما اظن، والماء في طنجره عاديه اللي غادي نديروه فوق النار حتى كيوصل لدرجه الغليان. وعاد غادي نضيف عليه المقادير الاخرى. هنا فقط غادي نضيف في الاول الثوم والبصل، هما الاولى غنديرهم هكا في الماء، يعني ما محتاجه لا نقلي ولا حتى حاجه. غادي نضيفهم، غادي نديرهم على البوطه حتى كيوصلوا لدرجه الغليان كيف ما كتلاحظوا. وهنا غادي نضيف ديك الملح الغزالات ديالي كيبقى يعني على حسب الرغبه ديالكم. وهنا هاد البلبوله الغزالات ديالي انا غسلتها، كيف ما كتلاحظوا هنا لصقت لي في هذيك الجبانه اللي كنت حاطاها فيها، غنخويها. وهنا الغزالات ديالي كيف ما كتلاحظوا انا هنا درت النافع، البسباس، حبه حلاوه، جنجلان، الزعتر، فليو. انا قلت لكم تقدروا تضيفوا اي مكون كيف ما انكم تقدروا. الغزالات ديالي اللي ما كيبغيهمش بهذه الطريقه هذه يقدر انه مثلا يطيب الماء ويخويه على داك العشوب ويخليهم حتى كيطلقوا مزيان مزيان، عاد كيخوي غير داك الماء. يعني اللي ما بغاش يتلاقى معاه بها فمو هكا. انا الصراحه الغزالات ديالي هاد الوجبه ما كنتش كنبغيها، ولكن فاش بديت كنمرض بزاف، الحمد لله رجعت كنديرها وكنشربها حتى لوليداتي لانها فريمون صحيه. هذاك الزعتر وداك فليو وداك حبه حلاوه والنافع يعني كيعطيو واحد المذاق هائل لهاد الاكله. وغادي نخليها حتى كطيب مزيان مزيان الغزالات. عاد غادي نضيف الحليب كيف ما انكم تقدروا فقط تكتفيوا بها هكاك بلا حليب، لانها صحيه كيف ما قلت لكم، صحيه بزاف بزاف. فيها الثوم، فيها البصله، فيها زيت الزيتون، فيها السمينه اللي تقدروا انكم ما تضيفوهاش في الاول كيف ما درت انا. يمكن لكم انكم تخليوها للاخر عاد كتضيفوها كيف ما كان كيدير الوالد ديالي الله يخليه لي ويعطيه الصحه يا ربي. وهنا غادي كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي قمه في الروعه. كان نديروها في شي زلافه ونزيدو عليها شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، وكنرافقوها بشباكيه اولا تميرات، ونتناولوها بالصحه والراحه.
وما تنساونيش من اللايك طبعا واكيد، وشكرا لدعمكم وشكرا للتتبع ديالكم، ونقول لكم مع السلامة ومع السلامة.